السلام عليكم اعزائي التتشاويه الجمال. رجعت لكم في فيديو جديد. فيديو الكلاسيكو المصري اللي اتلعب في السعوديه. طبعا كلنا شفناه دلوقتي ما بين الاهلي والزمالك في السوبر الافريقي. هخش في الماتش سريعا لان انا بصراحه اتضايقت من الماتش. بس قبل ما اخش في الماتش احب ان انت تعمل شير ولايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس وتعمل وتصلي على النبي وتوحد الله، ونبدا الفيديو بتاعنا. اول حاجه قبل ما نخش في اجواء الماتش احب اتكلم الاول عن روعه التنظيم لماتش ما بين الاهلي والزمالك في كاس السوبر الافريقي اللي اتلعب في السعوديه، وايه الاجواء الروعه والاستوديو التحليلي اللي كان فيه كل النجوم ديت. هنجيلكوا دلوقتي كل النجوم اللي كانت موجوده في الاستوديو التحليلي، من بركات، سيد عبد الحفيظ، اسماعيل يوسف، طبعا ابراهيم فايق اللي انا بعشقه ده الاعلامي بتاعهم. طبعا ده اكتر اعلام انا بحبه. حتى الاعلامي ده ابراهيم فايق لما كان في اون سبورت انا كنتش بفوت له برنامج واحد بس من الحلقات بتاعته، حلقه واحده من الحلقات بتاعته اللي هي جمهور الثالثه. بصراحه كنت بعشق، بصراحه بعشق احمد، بصراحه بعشق ابراهيم فايق ده جامد جدا جدا جدا. عشان بعد ما دول يقوموا يجي مكانهم كتيبه تانية. وطبعا المدير السابق، المدير الفني السابق لبالميراس لما الاهلي كسبوا هناك. دول كانوا اول مجموعه. تاني مجموعه اللي كانت تضم احمد عز، تامر بدوي، ريكاردو كاكا، باتريك فييرا، عفيفي المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك. وده كانوا في الكتيبه الثانيه او الفرقه الثانيه اللي دخلت بعد ما الفرقه الاولى قامت، عشان نتكلم على العظمه اللي معموله هناك عشان الماتش دوت. بصراحه بروماجندا كبيره قوي في السعوديه للكلاسيكو المصري بالاهلي والزمالك. وكمان الحفله الخرافيه اللي اتعملت قبل دخول الفرقتين الى المباراه، وجايبين حجازي متقال ابن الرئيس متقال، وعرض الصعيدي، العرض الصعيدي اللي كان في ظهر حجازي متقال كان في منتهى الروعه. بصراحه حفله يعني خرافيه بمعنى الكلمه. وكمان اغنيه حلو يا شاله البلاص اللي اتغنت في الماتش. لا بصراحه برومو وشغل عالي قوي 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 معمول من السعوديه للماتش دوت، بس عشان يجي حجازي متقال ويغني الاغنيه دي. بصراحه كانت تحفه تحفه تحفه. عشان دي تبقى المقدمه للماتش ونخش في اجواء الماتش عشان نقول لكم كل اللي حصل هناك بالتفصيل. ونبدا اول حاجه بالتشكيلتين اللي حصل، التشكيله الفرقتين. عشان نبدا بالزمالك، عواد عواد في حراسه المرمى، قدامه المسلوسي وحسام عبد المجيد، على اليمين عمر جابر، وعلى الشمال بنتايج اللي قدم ماتش فوق الروعه النهارده. قدامهم دونجا كارتكاز، وقدامهم اتنين عبد الله السعيد وناصر ماهر كاتنين صناع لعب. وقدامهم الثلاثه المهاجمين، على اليمين زيزو، على الشمال شلبي، على المهاجم الصريح الجزيري اللي هو احسن تسعه في مصر، ما اعرفش ليه متسمي كده اصلا. عشان ننقل للتشكيله الثانيه، عشان نقول الشناوي في حراسه المرمى، قدامهم اتنين ياسر ابراهيم ورامي ربيعه ارتكاز. عشان يجي من الشمال يحيى عطيه الله، ومن اليمين محمد هاني، قدامه مروان عطيه، واثنين ملعب مركز 8 امام عاشور واكرم توفيق. قدامهم الثلاثي الهجومي بيتكون من على اليمين تاو، على الشمال الشحات، وقدامهم وسام ابو علي. دي تشكيله الفريقين، هي نفس التشكيله اللي احنا قلناها امبارح، باختلاف بسيط بس اللي انا قلت لكم هيلعب يا اما دونجا يا اما محمد شحاته. هو بدا بدونجا، وعواد قلنا هيلعب محمد صبحي، بس محمد صبحي اتصاب في الماتش اللي فات ولعب مكانه عواد اللي تألق جامد جدا 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 النهارده. عشان يبقى هم اختلافين بس اللي دخلوا التشكيله، ونخش في الفيديو بتاعنا. وما يفوتكش اي دقيقه من الفيديو دوت، لان المتعه القادمه لسه جايه. والكلام التقيل اللي انا هقوله على لعيبه نادي الاهلي عايزكم تسمعوه، عشان انا هقصوا عليهم النهارده بعد الاداء السيء جدا اللي هم عملوه. نخش نقول بسم الله ونخش على الشوط الاول بالنشيد الوطني بلادي بلادي ليكي حبي وفؤادي، عشان نبدا الشوط الاول على طول بضغط من نادي الزمالك على نادي الاهلي.
وبعدها الاهلي يفوق ويخش في الجيم عشان يبدا الفريقين يهجموا على بعض ومش خايفين من بعض خالص. وبعديها على طول بفاول على طول بعديها في الدقيقه الخامسه، فاول من فاول لنادي الاهلي عشان يلعبوا وسام ابو علي في المرمى مباشر، عشان يبقى اول تالق لعواد قدام النادي الاهلي بشيل كوره عالميه من وسام ابو علي عشان يشيلها بمنتهى الاحترافيه. عواد عشان هي دي الكوره اللي تديله الثقه اللي هو كان محتاجها في الماتش ده جدا عشان يبدا يخش الماتش وما يبقاش خايف من اللي هيعملوه لعيبه النادي الاهلي. ودي فعلا بالنسبه لي انا رجعت له الثقه جامد جدا ان هو يشيل كوره زي ديت. بس الزمالك كنا عايزين نتكلم اللي هو كان اخطر في اول 10 دقائق او هو اخطر عامه في الشوط الاول كاجمالي الفرقتين اللي لعبوا. بالنسبه لنا كان الزمالك اخطر كتير قوي من النادي الاهلي. الماتش كان سريع بس اول ربع ساعه مفيش تركيز من امام خالص خالص خالص، كان وحش جدا 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 وده كان باين في الماتش كله، حتى مش اول ربع ساعه بس، امام كان سيء جدا في الماتش كله. وكان كان وحش. وبعديها اول ربع ساعه في ناصر ماهر وبنتايج كانوا مركزين قوي في الماتش. اول ربع ساعه بعد ما هدي الماتش والاهلي بدا يعمل بلوك من نص الملعب على نادي الزمالك بيهاجم حلو ولا الزمالك كان لما بيجي يهاجم كان الهجوم بتاعه شرس. كان متلخبط، ما كانش فيه يعني هجمه بيبنوها، بس كان هجوم قوي جدا عكس الزمالك، عكس الاهلي اللي كان بيدافع دفاع صرف صرف صرف، ولا كنت تشوف هجوم ولا اي حاجه. هم حرفيا ال 11 لاعب بتوع النادي الاهلي واقفين في نص ملعبهم ما بيطلعوش من نص الملعب نهائي، وده اللي كان باين قوي في دفاع النادي الاهلي اللي كان وحش جدا جدا جدا. الاهلي كوره من اكرم توفيق بعد ما لعب الكوره وكوره اتشاطت وحش جدا وهو اتاخر فيها جامد عشان نشوف تاكلينج من المسلوسي ويخبط في رجل اكرم توفيق، وكلنا اصلا ما اديناهاش اهتمام لان ما خدناش بالنا منها قوي، والكره تعدي ويبدا هجمه تانية عشان تلاقي الحكم بيصفر واحنا بنسال هو بيصفر على ايه، تلاقيه بيصفر على كوره اكرم توفيق اللي قبل الهجمه اللي احنا كنا بنلعب فيها اصلا، وتروح تشوفها يروح الحكم يشوفها في الفار ويحسبها ضربه جزاء غريبه جدا جدا جدا. وعشان يبقى على التنفيذ وسام ابو علي بعد احتساب ضربه الجزاء عشان نشوف ان فريق الزمالك بيسيب الملعب ويمشي ويروح على بيسيب المستطيل الاخضر ويروح يقعد على دكه الاحتياطي عشان يبقى في جزء منهم بيكلم الحكم وفي جزء تاني بيشوف الكوره هي ضربه جزاء ولا لا في اللابتوب اللي كان موجود قدام دكه بدلاء نادي الزمالك عشان يرجعوا تاني. وسام ابو علي قدام محمد عواد في المرمى عشان يسجل وسام ابو علي اللي مش بيضيع ضربات جزاء خالص، وسجل الهدف الاول في عز ما الزمالك كان ضاغط على النادي الاهلي عشان بعدها هيتحسب ب 10 دقائق وقت بدل ضايع عشان ينتهي الشوط الاول بنتيجه 1-0 والاهلي متقدم 1-0 على نادي الزمالك. طبعا 10 دقائق وقت بدل ضايع هو كتير جدا بس مش كتير في الماتش ده، لان انت شفت كل اللعيبه اللي كانت بتتلمس ايا كانت كره خطيره مش خطيره، حتى لو لمسه خفيفه جدا كان بتقع وتتسلبط في الارض وتشقلب وتعمل وتسوي، الكور ما بتبقاش جامده وتلاقي لعيبه الاهلي والزمالك بيقعوا في الارض ما تعرفش بيقعوا ليه اصلا. فهو ده اللي خلى الحكم يحسب اول شوط 10 دقائق. وبصراحه نجوم الشوط دوت بالنسبه لنا كان ناصر ماهر وبنتايج، دول احسن اتنين لعيبه في نادي الزمالك في الشوط الاول. او يعني اسوأ لاعب في الماتش كله 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 هو امام عاشور، كعوب غلط، باصات غلط، جري غلط، ما كانش بيعمل حاجه صح، تحسه ما كانش مركز نهائي في الماتش ده يا جدعان، كان سيء جدا 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 في الشوط الاول. عشان نبدا الشوط الثاني بضغط من الفريقين على بعض وما دامش طويلا عشان بعدها على طول يضغط نادي الزمالك على النادي الاهلي والنادي الاهلي يسيب الكوره ويدافع خالص للزمالك اللي في الدقيقه 65 كان الزمالك خطير جدا جدا جدا، وده بسبب الاهلي ساب الكوره. شفنا من الدقيقه 45 للدقيقه 65 هجوم شرس وخطوره جامده جدا من نادي الزمالك، ولاعبين الاهلي مش مركزين
خالص ما عدا مروان عطيه، هو ده اللي كان فيه شويه تركيز. انما كل لعيبه نادي الاهلي ما عدا مروان كانوا كلهم خارج الجيم، خارج المباراه تماما، ولا فيهم لاعب واحد مركز غير مروان عطيه، واحيانا مش على طول، احيانا بيبقى اكرم توفيق، انما كلهم في الضياع. وساعات كان بيركز سنه صغيره رامي ربيعه، بس برضه كان بياخد الكوره ويطفشها في حته مالهاش دعوه باللعيب اللي واقفين فيها لعيبه النادي الاهلي. فده اللي كان مبوظ شكل النادي الاهلي. عشان يقطعها عشان استنى، فعشان بعد ما عدم التركيز ده يخليهم في كوره من عمر فرج بعد ما نزل بيجري على الجبهه اليمين عشان الكره تتقطع من دفاع النادي الاهلي، وواحد يلعبها بالكعب في ظل غفله من لعيبه النادي الاهلي اللي احنا كنا بنشوفها طول الماتش كامل، عشان عمر فرج الكره تخبط فيه وتروح لعمر جابر على الجبهه اليمين ويعرضها ارضي لمين؟ لناصر منسي. ناصر منسي اللي كان غايب في كل المباريات، يجي الماتش ده ويفوق ويسجل هدف التعادل في اول لمسه، يجيب جون الاول لنادي الزمالك عشان تصبح النتيجه 1-1. عشان بعد الجون نشوف، المفروض نشوف انتفاضه من النادي الاهلي، لا الزمالك يفاجئنا ويعمل هو الانتفاضه ويعمل هجمات من جميع النواحي. بعد كل ده، بعد الهجمات اللي تضيع، وكان في كره من زيزو خطيره جدا قدام المرمى ويصوبها حته دين تصويبه وتخبط في ناصر ماهر وتترد بهجمه للاهلي. هي قلنا دي الهجمه اللي انا بتكلم عليها الفيديو اللي فات، اللي هتروح جول للنادي الاهلي، بس الاهلي اتصرف فيها بمنتهى الغرابه، اللي انا مش فاهم هو ايه اللي هو عمله لغايه دلوقتي. عشان نوصل بعد ما الماتش انتهى التعادل الايجابي بين الاهلي والزمالك، عشان نوصل لضربات الحظ او الجزاء، عشان نقول لكم مين اول واحد بالترتيب اللي شاط واللي ضيع واللي جاب، واحده واحده معايا كده. الضربه الاولى من رامي ربيعه، يحطها في الزاويه الشمال بالنسبه للحارس، بس توقع صح من عواد، وبس ما لحقش ولا يلمسها ولا يشيلها من الجون وتخش الجون الاول للنادي الاهلي. عشان بعديها على طول نشوف عبد الله السعيد على التصويب في اخر الزاويه اليمين ويلمسها الشناوي وبرضه تخش جون. عشان بعديها على طول يبقى 1-1. نشوف الضربه الثانيه من عمر كمال اللي يخش ويصوبها ويحطها جون في نفس الزاويه، برضه اترمى الحارس في الزاويه الثانيه، يعني في نفس الزاويه الشمال بالنسبه للحارس، والحارس اترمى في الزاويه اليمين بالنسبه له، عشان يبقى الجون الثاني للنادي الاهلي. عشان يخش الثانيه حمزه المسلوسي ويحطها بهدوء على شمال الحارس بهدوء، يخرب بيت اعصابك يا المسلوسي، ويحطها والشناوي يروح معاها ويلمسها برده، والكره تبقى متحطه على الارض وبكل هدوء وبرده تخش جون. عدم تركيز من الشناوي. عشان نروح للثالثه، يحيى عطيه الله، وتلاقي شوبير بيقول لك احنا اول مره نشوفه بيشوط ضربات جزاء، وبالفعل يضيعها. يحيى عطيه الله حطها وحشه قوي في نفس الزاويه اللي حطها في نص الجون، او متطرفه شويه برده في الزاويه الشمال عشان يصدها عواد، ويبقى النتيجه 2-2. بس الاهلي هو اللي متقدم بشوطه. عشان بعد كده نشوف ناصر منسي يخش ويحط الجون في نص الجون زي بتاعه المسلوسي بالظبط، عشان يخش محمد طاهر ويحطها في الجون، عشان يبقى النتيجة 3-3. بس هو الأهلي هو اللي متقدم، عشان يخش حسام عبد المجيد ويحطها جون، عشان تصبح النتيجة 4 نادي الزمالك 3 نادي الأهلي. ويبقى آخر كورة لوسام أبو علي عشان يحطها جون. ووسام أبو علي وهو داخل، أنا لسه قايل لكم في ضربة الجزاء اللي حطها في الماتش اللي هو ما بيضيعش، عشان يفاجئنا بطريقه غريبه جدا 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 ويحطها في العارضه اليمين الخارجيه، القائم اليمين القائم اليمين الخارجي، وتطلع بره، ويبقى فوز نادي الزمالك بالسوبر الافريقي في معجزه بالنسبه لنادي الزمالك، وفي غرابه شديده لجماهير النادي الاهلي اللي ما تعرفش ازاي الاهلي خسر بالطريقه ديت. وبالمناسبه ناصر منسي قد رجل المباراه وهو يستحقها بصراحه، نزل جاب جون التعادل وجون في ضربات الجزاء وهو يستحق يبقى رجل المباراه.
اقول لكم بقى التبديلات سريعا عشان انا في كلمتين محشورين في زوري وعايز اقولهم. نادي الزمالك، النادي الاهلي، انا واحد اهلاوي اهو، الشعار النادي الاهلي اهوت. فانتوا ايا كان بقى عارفين او مش عارفين ان انا اهلاوي، انا دي انا قلت لكم عشان في كلمتين انا هقولهم يعني هقولهم. بس اقول لكم التبديلات سريعا. التبديل الاول كان شلبي، طلع ونزل مكانه مشلاك في الدقيقه 62. هنقول تبديلات نادي الزمالك الاول. وبعد كده ناصر ماهر ينزل مكانه عمر فرج، والجزيري يطلع وينزل مكانه ناصر منسي. دول كده ثلاث تبديلات. عشان اخر تبديلين ينزل مكان عمر جابر محمد شحاته، وزياد كمال ينزل مكان دونجا، الاثنين في الدقيقه 88. عشان ال الاهلي يعمل خمس تبديلات برضو. مكان هاني ينزل بعد ما اتصاب في الدقيقه 24 ينزل عمر كمال، وقدامه التبديلات اللي نزلت طاهر محمد طاهر مكان بيرسي تاو، معاه قفشه مكان امام عاشور، دول في الدقيقه 65. عشان بعديها يبقى في تبديلين كمان، كوكا مكان مروان عطيه، ورضا سليم مكان الشحات في الدقيقه 83. وانا من رايي رضا سليم اتاخر قوي في النزول مكان الشحات ما كانش باين خالص، وامام ما كانش باين خالص، وتاو ما كانش باين خالص، ومفيش لاعب من النادي الاهلي كان باين في الماتش كله. كده بقى خلصنا كل تحليلات وكل الاداء وكل اللي حصل في الماتش. نيجي بقى للكلمتين اللي انا عايز اقولهم للنادي الاهلي. دلوقتي انت احسن نادي في افريقيا، ومعاك لعيبه احسن لعيبه في افريقيا، فازاي تبقى نازل ماتش زي دوت بالتكتيكات المنهله ب 60 نيله اللي كولر كان حاططها؟ ايه التكتيكات اللي انت حاططها دي يا عم كولر؟ تكتيكات منهله ب 60 نيله. يعني ايه انزل قدام الزمالك من اول دقيقه لاخر دقيقه بدافع؟ في كده؟ ازاي انزل من اول دقيقه لاخر دقيقه بدافع قدام الزمالك؟ هو الزمالك خطير قوي كده ان انا انزل ادافع قدامه 90 دقيقه؟ ليه يا عم؟ وانا بلاعب مين عشان ادافع 90 دقيقه؟ ده انا لو هلاعب ريال مدريد مش هدافع 90 دقيقه. فازاي انت كاهلي بتلعب نادي الزمالك وهو اصلا واقع مش احسن حاجه وبتلعبه 90 دقيقه دفاع؟ مفيش هجمه يا اخي صح تعملها؟ هجمه منظمه تبقى متدرب عليها في التدريبات تعملها؟ هجمات كلها من ب 60 نيله، ولا هجمه منظمه ولا جاريه صح ولا باصه صح ولا اي حاجه صح ولا في لاعب مركز. ايه يا عم؟ ده الزمالك اللي هو واقع كان بيلعب احسن منك في الماتش. مفيش لاعب في نادي الزمالك كان وحش زي ما لعيبه نادي الاهلي. اقسم بالله لو لعيبه الاهلي ركزت نص الزمالك كانت مركزاه كنا خدنا البطوله ديت. انتوا بتتكلموا في ايه؟ انتوا بتتكلموا في اداء سيء جدا انتوا عملتوه النهارده. اداء سيء جدا 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 جدا. اقسم بالله ده ما اداء اصلا فرقه. انتوا لو هتكملوا كل البطولات اللي انتوا هتخشوا بيها بالاداء اللي انتوا عملتوه النهارده ده، انتوا مش هتاخدوا ولا بطوله فيهم. انت الانتر كونتيننتال والكاس، كاس العالم والدوري وكاس السوبر ودوري ابطال افريقيا وكاس مصر، انت هتلعب في كل دول بالاداء اللي انت بتعمله النهارده ده، يبقى انت مش هتنفع، يبقى انت مش هتنافس على البطولات اصلا. انت نادي الزمالك وهو واقع لعب النهارده احسن منك. اقسم بالله الزمالك لو لعب بنفس الاداء ده في اي بطوله هيخشها لا هياخد البطولات كلها. انما انت الاداء المناهي اللي انت عملته النهارده ده ما يدكش اي بطوله اصلا. انت بتقول لي الزمالك كسبنا، الزمالك كان له حق اللي هو يكسب النهارده. على الاقل الزمالك عمل اللي عليه ولعب، انت ما لعبتش اصلا. وتبديلات غلط جدا جدا من كولر وتوقيتات من قلب 60 نيله، وايه ده يا عم؟ يعني ايه؟ يعني ايه انا لاعب واقع دلوقتي اللي هو الشحات استنى الدقيقه 83 عشان انزل رضا سليم وكمان امام عاشور اللي هو نلبس 60 نيله، اجي في اخر في 65 انا ابدله؟ طب ما ابدله في الشوط الاول او ابدله في اول الشوط الثاني. بيرسي تاو ده التبديل الوحيد اللي انت عملته في وقتها، اللي هو تطلع تاو وتنزل طاهر، ده التبديل الوحيد اللي انت عملته صح. انما باقي التبديلات كانت من ب 60. حتى مروان عطيه اللي هو مركز في الماتش طلعته ونزلت كوكا، ليه ما تعرفش؟ يعني هو عمل ليه بتطلع مروان وتنزل كوكا؟ انت ما تعرفش اصلا. انت عندي خمس تبديلات، طب يلا نزل اي حد. تبديلات غلط، التوقيتات غلط، الناس اللي انت بتطلعها غلط، انت عملت ايه صح؟ التكتيكات اللي انت حطيتها غلط. فانت ما فيش حاجه عملتها صح النهارده. المدرب الزمالك اللي هو جوزيه جوميز علم عليك النهارده، بيلعب احسن منك بعد الظلم التحكيم اللي هم اتعرضوا له في الماتش، وكلنا شفنا الظلم التحكيم اللي هم اتعرضوا له. كسبوا واتعادلوا فهو عليه في ضربات الجزاء بعد الظلم اللي هم اتعرضوا له. انا قلت الكره بتاعت دونجا، انا قلت دي ضربه جزاء، انا شفتها ضربه جزاء. انت الكوره اللي اتلعبت اكرم توفيق، الكوره بعد ما اتشاطت التدخل حصل، فالكوره كده كده اتلعبت، فالتدخل بتاع المسلوسي اصلا ما اثرش على الكوره.
فانت اصلا حتى ضربه الجزاء مشكوك في امرها، فانت بعد ضربه الجزاء المشكوك في امرها مش عارف تكسب، مش عارف تجيب جون. مفيش كل الماتش كله ما نشوطش شوطين الا بتوع الشحات بس اللي في نفس الزاويه، وفي الكوره عواد شالها بنفس الطريقه. ايه ده يا عم؟ كنتوا سايقين جدا النهارده وما تستاهلوش اي حاجه النهارده، حتى اقسم بالله الميداليه الفضيه اللي انتوا خدوها ما تستاهلوها. وكده انا بخلصنا الفيديو، واللي عايز يعمل لايك يعمل، ووحد الله وصلي على النبي وسلام.